علقت شماعه الفشل ديالكم على اشياء خارج منظومه كره القدم، توجهتم الى التنظيم، توجهتم الى اشياء لا تمت لا بصله الى كره القدم. انتم استفدتم كذلك من الاقامه في اكادير، تحدثتم على الاوتيل في يعني في طنجة لم يكن في المستوى. اعتقد بان يجب ان تقول الحقيقه للشعب المصري، وتقول انك كنت ضعيفا فنيا، فشلت في ان تصل الى النهائي. وملي كتكلم بالطريقه ديال انك حصلت على 7 الالقاب، فانت ربما تشكك حتى في القاب مصر اذا نظرنا الى نفس المنطق التي تتحدث به. وشكرا سيد. انا مش هرد عليك عشان انت اسئلتك مش لبقه، ما فيهاش احترام، حتى السؤال اللي بتقوله مش محترم، فانا مش هرد عليك لان السؤال بعد كده. بعد الهزيمه امام المنتخب السنغالي كانوا بعض من التصريحات ديالك التي ازعجت الجماهير المصريه والجماهير المغربيه كذلك. اوكي. كونك خلقت شي اعذار هي خارجه على نطاق اللعبه انها هي سبب الهزيمه، فشنو التعليق ديالك حول هاد التصريحات؟ شكرا. الحمد لله، وان شاء الله منتخب مصر في الفتره اللي جايه، وكويس ان احنا وصلنا للسيمي فاينال ان شاء الله واللي جاي. Where's the mic?